انتقادات كبيره لربيع العفوي من قبل جماهير الجيش الملكي. الجيش الملكي انتقدوك ربيع وقالوا انك ما اعطيتش حق الجيش في هذا الانتصار، وكانك بالغت في وصف الرجاء المغربي، وكان ممكن مشيت اكثر مع المنهزم على حساب المنتصر في تلك المباراه. ايه معناه انه مع رجاوي ويعني هضمت حق فريق الجيش الملكي. وممكن هذا السؤال ممكن بطريقه غير مباشره انت افضل شخص ممكن تجاوب عليه. هنا في الاخير لازمك انت تجاوب وتوضح الموقف. انت انتمائي هنا معك انا تقريبا احلل معك 10 11 سنه لما تقول ربيع العفوي. ربيع العفوي انتماء شنو؟ بالاساس رجاوي بالتيار. لا بالاساس ودادي يعني. بالاساس الحقيقه يعني. بالاساس ودادي. انا ونعرف انه ربيع الحقيقه يعني خلينا بعيدا عن المزح يعني ربيع دائما منطقي في خياراته، ولكن توضيح المساله جيد يعني جيد. وبالنسبه للوداد كيف كان دائما تحليلي مع فريق الوداد الدولي في دوري الابطال؟ كنت قاسي على الوداد. صحيح. ومع المنتخب المغربي نفس الشيء. اعتقد بان المنتخب المغربي وانا كمغربي هذا لا يشكك اي شخص في حبه لوطني وانتمائي له، وكذلك على مستوى فريق الوداد البيضاوي، لانه فريق الوداد البيضاوي هو الفريق الذي يعني عشت مع افضل مسيرتي الكرويه. ما ياتي غير ذلك في رايي الشخصي هو مبالغ فيه ولعب دور الضحيه لا اقل ولا اكثر. نجيو للمباراه وانت شاهدت المباراه. اليوم لما تشاهد المباراه في 93 دقيقه ليش دور الضحيه؟ هو على فكره في الجيش الملكي فاز في المباراه. لا نتكلم عن الجماهير، لانه الجمهور لعب اليوم دور الضحيه لانه على مستوى التحليل لم ينصفه المحللون. صحيح؟ لهذا انا اتكلم ليس على فريق الجيش ولا على اداره الجيش ولا على لاعبي الجيش، على جماهير الجيش الملكي، واللي هي ممكن شريحه قليله شافت ان التحليل لم يكن حيادي. رجوعا الى المباراه وانت شاهدت المباراه كذلك 93 دقيقه. لا انا معك، انا حتى في الكواليس قلت لك في الكواليس قلت لك الرجال الحقيقه كان افضل من الجيش الملكي. الحقيقه كوره 90 دقيقه كان افضل. الشوط الثاني من اللاعب الذي لا نفس الشيء الخياطي حارس الجيش على